السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية لأهم أخبار البورصة اليوم الثلاثاء بتاريخ 28/4/2026. الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيك الأخبار بشكل يومي، ومتابعة أهم أحداث البورصة بشكل يومي في أقل عدد دقائق ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. ب500 جنيه التعليم، فتح محفظة ببورصة مصر للطالب الناجح بالمادة الثقافية المالية. طيب، قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني أنه سيتم تدريس مادة الثقافة المالية كنشاط على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الثاني الثانوي، وليست مادة نجاح ورسوب. وأوضح عبد اللطيف أنه سيتم تكويد الطالب الناجح في المادة بالبورصة، وسيتم فتح محفظة له في البورصة بها مبلغ بقيمة 500 جنيه يمكنه من خلاله التداول في أسهم البورصة. فكرة جميلة جدا 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 إن هما بيشجعوا الطلبة في سن تانية ثانوي إن هما يستثمروا ويتداولوا في البورصة المصرية. ده والله شيء كويس جدا. وأضافت البورصة أن المحور الرئيسي لمناهج الثقافة المالية تركز على الشركات الناشئة وريادة الأعمال ومفهوم البورصة والقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة، وأن الهدف الأساسي من تنفيذ منهج الثقافة المالية تعزيز مهارات الطالب وقدرتهم على اتخاذ القرار الاقتصادية السليمة في حياتهم وتعزيز وعيهم الاقتصادي. خبر مميز جدا في الصف الثاني الثانوي تشجيعهم على أنهم يتداولوا في البورصة المصرية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بورصة مصر تجتذب 160,000 مستثمر جديد في الربع الأول من 2026. في ناس جديدة بتخش تستثمر اهو. رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الجهود المبذولة تطوير البورصة أسهمت في جذب أكثر من 160,000 مستثمر. 160,000 مستثمر خلال الربع الأول من عام 2026 بمعدل نمو يقترب من 200% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشدد رضوان على أن هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما وشركة سبريكس اليابانية لتنفيذ منهج الثقافة المالية بالمدارس المصرية، على أن الهدف الأساسي لا يقتصر على زيادة عدد المتعاملين، بل إعداد مستثمر واعي يتخذ قراراته على أساس المعرفة. وأكد أن مشاركة البورصة في احتفالية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ مناهج الثقافة المالية للطلاب التعليم الثانوي تأتي في إطار التزامها ببناء وعي اقتصادي حقيقي لدى الأجيال الجديدة. طبعا إن هم بيزودوا عدد المستثمرين وبيدخلوا الطلبة في الصف الثاني الثانوي إنهم يبدأوا يستثمروا في البورصة. الرقابة المالية المصرية، نسبة المستثمرين في سوق المال من الشباب ترتفع إلى 79%. الخليجية الكندية تفاوض الإدارة لحسم مشروع جديد وتوافق على بيع 15 قطعة أرض. نوفيديا للاستثمار تبحث مسير الشركة بعد تجاوز الخسائر 50% من رأس المال. نوفيديا للاستثمار تبحث مسير الشركة بعد تجاوز الخسائر 50% من رأس المال. قررت شركة نوفيديا للاستثمار والتكنولوجيا دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة تحديد الموعد والمكان. وأوضحت الشركة في إفصاح البورصة اليوم الثلاثاء أن العمومية سوف تبحث استمرار الشركة أو حلها نظرا لتجاوز خسائرها حاجز 50% من رأس المال، وكذلك النظر في تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة ومناقشة التعديلات التي طرأت على بنود استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال نموذج 52، والتي تم الإفصاح عنها مسبقا عبر شاشات البورصة المصرية. يشار أن نوفيديا للاستثمار والتكنولوجيا سجلت صافي خسائر بلغت 10 مليون جنيه
2025 مقابل 9 مليون جنيه خلال 2024. وتراجعت إيرادات الشركة بنهاية العام الماضي إلى 4 مليون جنيه مقابل 4 مليون ونص من العام السابق. الشركة بتحقق خسائر والسهم طالع. نوفيديا، طيب ماشي. خسائر نوفيديا ترتفع كذا، ماشي. جنوب الوادي تنفي تلقيها عروض شراء. ايه اللي حصل بقى في جنوب الوادي؟ نفت شركة جنوب الوادي لأسمنت صحة ما يتداول عن تلقي الشركة أي عروض شراء. جاء ذلك في بيان الشركة ردا على استثمارات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة. وشهدت جلسة أمس الاثنين بدء الاكتتاب النقدي وتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لشركة جنوب الوادي للأسمنت في أسهم زيادة رأس المال. وبدأت فترة تداول حق الاكتتاب أمس 27/4 وتنتهي جلسة 10/5. كما بدأ الاكتتاب النقد أمس الاثنين وتستمر حتى كذا، ماشي أوكي. طبعا بسم الله ما شاء الله، ده السهم طالع 13% يا جدعان. السهم طالع 13%، والحق كان طالع برضو امبارح. المصرية لنظم التعليم تعيين مستشار ماليا لتقييم شراء مقر إداري بمشروع سولانا. مساهمو أكتوبر فارما يقررون مضاعفة رأس المال المصدر عبر توزيع أسهم مجانية. أكتوبر فارما هتوزع أسهم مجانية. وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أكتوبر فارما على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عبر توزيع أسهم رفع رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه. أوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن الجمعية غير العادية وافقت على زيادة رأس المال المرخص بها 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه. كما أقرت الجمعية غير العادية تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي للشركة ليتم تحديد رأس المال المصدر بمبلغ 240 مليون جنيه بدلا من 120 مليون جنيه. وعلى صعيد الجمعية وافق المساهمين على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم تمويلا من الأرباح المرحلة لعام 2024، ليرتفع بذلك رأس المال المصدر من 120 مليون إلى 240 مليون، موزعة على 24 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم. كده أكتوبر فارما دي بتتوسع وبتكبر من غير ما توزع أرباح، لكن بتوزع أسهم مجانية. ماشي. بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية بعائد شهري 17.25 وديعة بعائد 22%. نشوف كده التفاصيل الخبر ده بسرعة. أعلن بنك القاهرة عن طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنين بعائد شهري 17.25%، وتبدأ الشهادة من مليون جنيه وفق بيان من البنك اليوم الثلاثاء. كما أعلن أن البنك عن إتاحة وديعة ادخارية لأجل 18 شهر بعائد 22% يصرف في نهاية المدة عند الاستحقاق، بما يوفر فرصة مناسبة للعملاء الراغبين في تعظيم العائد على مدخراتهم خلال فترة زمنية متوسطة. ازاي ده؟ يعني عامل شهادة ب17.25% 3 سنين ويعمل وديعة ب22%، 18 شهر. مش فاهمها دي خالص يعني. طبعا الناس يعني هتعمل مثلا 18 شهر وتسيب ال3 سنين، يعني مش مفيش مقارنة بين ده وده. طيب. وأكد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة أن الشهادة والوديعة الادخارية تأتيان ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم أوعية ادخارية تنافسية تجمع بين العائد المجزي والمرونة في الاختيار. يواصل البنك جهوده تعزيز قاعدة عملائه وجذب المزيد. طبعا مش عارف حتى الوديعة دي مثلا يعني برضو شرط مليون جنيه، مش عارف. ما علينا من البنوك. الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأس مال النصر للأعمال المدنية عبر أسهم مجانية. طبعا توسع اهو برضو في شركة النصر للأعمال المدنية،
هيوزعوا أسهم مجانية. طيب، أوضحت الرقابة المالية في بيان بورصة اليوم الثلاثاء تقرر إفصاح يتضمن الموافقة على زيادة رأس المال من 210 مليون إلى 252 مليون بزيادة قدرها 42 مليون جنيه. إضافة الهيئة إلى الزيادة سيتم توزيعها على 42 مليون سهم مجاني بواقع 1 سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية، على أن تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية المنتهية 2025. طيب ماشي. بسبب تأخر التراخيص، خسائر أطلس ترتفع 20% خلال 2025 رغم قفزة إيراداتها. طب نشوف أطلس موضوع ايه ده بقى. أظهرت المؤشرات العملية المجمعة لشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية خلال العام الماضي ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 19.7 على أساس سنوي. وأوضحت في بيان لبورصة مصر اليوم أنها حققت خسائر بلغت 7 مليون جنيه خلال 2025 مقابل 6 مليون جنيه خلال 2024. وعزت الشركة تفاقم خسائرها بشكل أساسي إلى تأخر صدور القرار الوزاري الخاص بمشروعها العقاري حتى نهاية 2025، مما أدى إلى إرجاء البدء في المشروع وتأجيل توليد إيرادات مستدامة للشركة، مشيرا إلى أنها تم استخراج القرار بالفعل بنهاية الربع الأول من 2026. يعني هم حصلوا على التراخيص خلاص. وأضاف إنه على الرغم من الإيقاف المؤقت للنشاط شركتين تابعتين، إلا أن الأرباح المحققة من شركة أطلس سيوة وأطلس فارماز ساهمت في تقليص الخسائر الإجمالية للشركة الأم، ويأتي ذلك رغم ارتفاع إيرادات الشركة المجمعة خلال العام. طيب ماشي أوكي. هما كده أخدوا تراخيص. سهم دايس يواصل الأداء الإيجابي وسط ترقب لاختبار المقاومة. سهم رايا الاتصالات بين استمرار الصعود واختبار مقاومة محورية. كريست مارك تنفق 6% من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال. أنفقوها في إيه بقى؟ نعرف التفاصيل بسرعة كده. أعلنت شركة كريست مارك للمقاولات والتطور العقاري تقرير إفصاحي الخاص بتفاصيل الاستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال البالغة 89 مليون. وأوضحت في بيان للبورصة اليوم أنها استخدمت نحو 5 مليون في إجمالي متحصلات الاكتتاب حتى نهاية 31 ديسمبر لتبلغ نسبة الاستخدام 5.8. أضافت أن القيمة المتبقية من المتحصلات 84 مليون. وذكرت الشركة أن الاستخدام الفعلي للمبالغ تم توجيهها لتدعيم رأس المال العامل لدعم عمليات التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية للوصول للمستوى الأمثل الذي يتناسب مع حجم الشركة وتحقيق الأرباح. تمام ماشي أوكي. تباين مؤشرات بورصة مصر التعاملات الصباحية والثلاثين يهبط 52,600 بنمو 3.5%. أرباح مصر للفنادق تتجاوز المليار جنيه. خسائر مالديف تقفز 234% إلى 21 مليون دولار رغم نمو المبيعات ل7 مليار جنيه. أرباح دايس للملابس تتراجع 59%. دايس، شوف كده الخبر ده بسرعة. دايس أوضحت الشركة في بيان مصر سجلت ربحية 366 مليون 2025 مقابل أرباح بقيمة 900 مليون جنيه 2024 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت مبيعات شركة خلال العام الماضي إلى 7 مليار مقابل 5 مليار من العام 2024. وفي مقابل ذلك قفزت تكلفة المبيعات إلى 5 مليار بوينت 42 من 100 في العام الماضي مقارنة ب3.86. تكلفة المبيعات علت. ماشي. أرباح سودك تتراجع 68.6% في الربع الأول بضغط من تكلفة النشاط.
بفائض يتخطى 11 مليار جنيه. عمومية مصر للألمنيوم تعتمد موازنة 2026 2027. مصر للألمنيوم مهم طبعا. وحسب إفصاح الشركة بورصة مصر الثلاثاء، تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 11 مليار خلال العام المالي المقبل. كما اعتمدت الجمعية الموازنة الاستثمارية بقيمة 3.6 مليار جنيه سيتم تمويلها ذاتيا بالكامل. وجهت الجمعية العامة بضرورة التأكد على توافق الإنتاج في حدودية منظومة لضمان استمرارية التصدير للأسواق الأوروبية وتجنب الغرامات، والعمل كذلك على خفض معدلات الاستهلاك الطاقة ومواكبة التطور التكنولوجي زيادة القدرة التنافسية. طبعا تفاصيل مصر للألمنيوم ده سهم قوي جدا يا جماعة، سهم قوي جدا جدا جدا. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنك. طب كده احنا يا جماعة غطينا جميع اخبار اليوم بالكامل. الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لسماع اهم اخبار البورصة بشكل يومي وفي اقل عدد دقائق ممكن. شكرا لحضراتكم.